ندخل على النقطة اللي بعد كده وهي نقطة أنماط التربية. يعني إيه؟ يعني كل واحد فينا واخد طريقة معينة بيربي بيها أولاده، زي ما إحنا اتفقنا المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، الطريقة دي بتكون بناءً على كذا نقطة برضه إحنا اتكلمنا فيهم قبل كده. طيب إيه أول نمط بقى؟ هو نمط الشدة والتسلط. يعني إيه؟ يعني الأهل بيتعاملوا مع أولادهم إنه الأوامر لازم تنفذها بدون نقاش، بدون ما يفهّموه، بدون ما يسمعوا رأيه، ودايمًا بيكون في بقى ضرب، يكون في زعيق، يكون في لوم، يكون في تهديد، ده بيبقى اسمه نمط التسلُّط والشدة. يبقى نمط الشدة ده إنه الأب أو الأم يعاملوا ولادهم إنه اعمل يعني اعمل، بدون نقاش، بدون ما تقول رأيك، بدون ما تتكلّم، بدون أي حاجة. غالبًا زي ما قُلنا بيبقى في ضرب، تهديد، الكلام ده كلّه. لو سألنا نَفْسنا الطفل اللي بيتعامل بالطريقة دي هياخد إيه فكرة عن نَفْسه، وإيه فكرة عن أهله، وإيه فكرة عن المجتمع؟ يالّا مين يشاركني؟ هياخد فكرة عن نَفْسه غالبًا إن هو ضعيف، وإن هو دايمًا مهزوز، وإن هو ما يقدرش يعمل حاجة. طيب عن الآخرين إن هم مستبدين، إن هم ظالمين، إن هم لازم ي ي يخضعوا ولازم يمشّوا رأيهم ولازم يبقوا دايمًا في أوامر. عن المجتمع، إن المجتمع ده مش أمان. وإن هو ما لوش دور ومش مهم فعلًا، برافو عليكِ. عن المجتمع إن المجتمع ده مش أمان، وإنه المجتمع ظالم، إن المجتمع مفتري، ويا إما بقى هياخد اتجاه إن أنا أبقى مُعادي للمجتمع ومُعادي للسُلطة، يا إما العكس بقى، هيبقى في خضوع للمجتمع أو خضوع للسُلطة. يعني هيبقى خايف دايمًا وحاسس بالتهديد وإن هو لازم يبقى ضعيف و و و وواخد جنب، أو العكس، إن هو بقى هيتمرّد ويبقى في شخصية مضادة بقى للمجتمع أو شخصية مضادة للسُلطة، وأي سُلطة هو عاوز يتمرّد عليها بسبب اللي حصل معاه قبل كده. طيب رقم 2 العكس بقى، نمط العكس، وده اللي للأسف بقى في ناس كتير بتعمله وفاهمة إن هي دي التربية الإيجابية، وإن أنا كده مش هاضرب عيالي ومش هازعّق لهم، إذًا تدليل ودلع زايد أو حماية زايدة. هادلّع ولادي، هاجيب لهم كل اللي عاوزينه بلا حساب، هاحميهم حماية زايدة اللي هو إيه، أنا مش عاوزه يجرّب، أنا مش عاوزه يغلط، أنا مش عاوزه يتحرّك كتير عشان ما يُقعش، أنا مش عاوزه يفتح كذا عشان يعني طول الوقت لأ، لأ، اوعى حاسب، لأ ما تعملش كده، لأ، لا، لأ، يا نهار أبيض! ده حاجة تجيب التوتر أقسم بالله. يا إمّا كمان حماية زايدة إن أنا مش عاوزه حتى يزعل، كارثة إنه ابني يزعل. عاوزة أحميه من كل المشاعر، عاوزة أحميه من مشاعر الخوف والغضب والحزن وكل دي، وده ما ينفعش يحصل، وإلا ما كانش ربنا خلقها. ده كل المشاعر مهمة. يعني حتى أنا وأنا باشتغل الكورسات مع الأطفال والمراهقين، بادرّبهم إنه المشاعر دي مهمة ولها دورها وأنت محتاجها، حتى المشاعر اللي هي الوحشة، الخوف، الغضب، القلق، كل دي ربنا باعتها لسبب. فما ينفعش إن أنا أبقى مش عاوز ابني يزعل أبدًا، مش عاوز ابني يقلق أبدًا، مش عاوز ابني يخاف أبدًا، مش عاوز ابني يغضب أبدًا، مش عاوز ابني يجرّب أي حاجة. ده اسمه حماية زايدة، وتأثيرها برضه بشع على الإنسان. وأهالي كتير بيعملوا ده وفاهمين إن أنا كده مثقف وإن أنا كده مش باضرب بقى وماشي على الطريقة الصحيحة، ويبدأ برضه يواجه مشاكل سلوكية كبيرة ويبقى مستغرب، يبقى مش فاهم، يبقى بيقول هو أنا عملت كل حاجة صح على فكرة وعمري ما ضربته وعمري ما هِنته. طب ما أنت في المقابل مشيت برضه في نمط تاني غلط. طيب تعالوا برضه نسأل نفسنا سؤال، الطفل اللي أهله بيعاملوه بنمط الدلع الزايد أو بنمط الحماية الزايدة، هيكون إيه تصوُّره عن نفسه، هيكون إيه تصوُّره عن أهله، هيكون إيه تصوُّره عن المجتمع، وكل ده هيطلّع لنا شخصية شكلها إيه. أول حاجة هو هياخد فكرة إيه عن نفسه، إن هو مش قد المسؤولية، إن هو ضعيف، إن هو شخصية ضعيفة، إن هو ما يقدرش يعمل حاجة، من كتر ما بتقول له لأ حاسب، لأ هتُقع، لأ ما تمسكش كده، لأ مش هينفع، فحد طول الوقت بيتقال له لأ ما ينفعش، لأ مش هتقدر، هياخد إيه فكرة عن نَفْسه؟ إن هو فعلًا مش قادر، إن هو ضعيف. طيب إيه عن الآخرين؟ إن الآخرين دول أو بابا وماما متحكمين فيّا أو مسيطرين عليّا. طب عن المجتمع، إن المجتمع ده غير آمن، إن كل حاجة تقلق، كل حاجة تخوّف، كل حاجة هتضرني. فبيبقى يعني عنده زي وسواس كده من كل حاجة وخايف وقلقان من كل حاجة. طب في النهاية بقى شخصية زي دي يا جماعة هتبقى إيه؟
يعني في تصوركم كده شخصية اتعاملت بالطريقة دي وكانت أفكارها كده عن نفسها وعن أهلها وعن المجتمع، النتيجة أو المحصلة النهائية هتطلع لنا شخصية عاملة إزاي؟ هتكون شخصية اعتمادية على اللي حواليها، مش معتمد على نفسه. دي حقيقة. بياخد قراراته من اللي حواليه، او مش واثق في نفسه بكفاية ان هو ياخد القرار. برافو. عايز كل حاجة تجيله، مش عايز يسعى هو الحاجة من كتر ما الطلبات مجابة مثلا. دي حقيقة. مش بيتقبل الرفض، سواء رفض أشخاص ليه أو رفض أي سلوك هو بيعمله أو أي حاجة هو عايزها. لا، اللي هو يعني لازم حد يجيبها لي أو كده. مش حتة بقى عنده حدود للحاجة دي، أو هل ينفع معاه أو ما ينفعش أو كده. بالضبط، فعلًا دي حقيقة، وبنقابل ده فعلًا، بنقابل ده في الواقع فعلًا، والأهالي مش بتبقى متخيّلة ده، الأهل بيبقى بيقول أنا ادّيته كل حاجة عشان يبقى ما فيش في نِفْسه حاجة، أنا دلّعته، أنا عملت له كل حاجة حلوة، هو ليه مثلًا عاوز كل حاجة يعتمد عليّا؟ طَب ما هو دي كانت نتيجة طبيعية، مش من اللي إحنا تخيّلناه، للي هو اتربى عليه. أنا ليه هاستنى من ابني أو من بنتي في وقت من الأوقات إن هي فجأة هتتغيّر أو فجأة هتبقى حاجة تانية، لأ ده هي خطوات إحنا ماشيينها، هو طريق أنا ماشي فيه لازم هاوصل لنهايته. مخيلتنا وتفكيرنا أو خيالنا حاجة والواقع يا جماعة حاجة تانية، فالواقع هو اللي بيحكمه الكتب واللي بيحكمه التجارب واللي بيحكمه الخبرة، علشان كده إحنا بنحاول بقى نستفيد من كل الحاجات دي عشان ما نبقاش زي الناس ما عملت زمان، اللي هو أنا هاجرّب وهامشي في الطريق وأنا وحظي، مكان بقى ما يوصّلني يوصّلني. آمم عشان كده فعلًا حقيقي يعني، إن المفروض البنات من وهي مثلًا في كُلّية تبدأ تتعلّم الحاجات دي، مش تستنى لمّا تتجوّز وتخلّف وتجرّب في عيالها ويحصل مشاكل ونبدأ بقى نبدأ من الأول وجديد. فإحنا بنحاول ننشر الوعي ده وأنتم كمان يعني حاولوا لو ليكم أخوات صغيّرين تنبّهوها لحاجة زي دي، لولادكم بعد كده تعلّموها، لإن هي فعلًا رحلة طويلة، مش مسألة إن أنا عرفت أو قريت كتاب أو إن أنا سمعت محاضرة، لأ. مسألة أنا قدرت أطبّق إيه من الكلام ده، مسألة أنا استوعبت إيه وفهمت في نَفْسي إيه، ما هو أنا أصلًا خلال الرحلة دي هتلاقوا ناس فيكم عمّالين ي ي ي يطبّقوا الكلام ده على نَفْسهم ويشوفوا هم اتربّوا على إيه، وده كانت نتيجته إيه، وهيفهموا هم ليه دلوقتي بيتصرّفوا بالطريقة دي، ما هو ده هيساعدِك برضه إن أنتِ نَفْسِك شخصيتِك تبقى أحسن، وإن أنتِ نَفْسِك تطوّري من نَفْسِك ومن ذاتِك. فبالتالي هتطوّري من طريقتِك في التعامل مع ولادِك، وهتتجنبي أخطاء كتير، فبالتالي هتلاقي برضه إن شاء الله نتيجة حلوة، وتلاقي إنه بدأنا إن إحنا نتلاشى مشاكل كتير، وإنه تلاقي إن ابنِك الحمد لله في تقدُّم. إذا أنتِ بتسمعي محاضرات أو بتقري كُتب أو وما فيش حاجة جواكِ أنتِ اتغيّرت، يبقى للأسف كده غالبًا أنتِ ما استفدتيش حاجة، ويبقى للأسف برضه مش هتلاقي تغيير على ابنِك. لإن أنا باقابل ده حقيقي في كورسات كتير وفي جلسات كمان، ألاقي مثلًا أم جاية في تعديل سلوك مثلًا، وهي إيه، جاية بقى معتمدة إنه إيه، خدي بقى ابني أهو أو بنتي أهو عدّليهم، طب تعالي نتكلم ونتناقش، لأ، يعني هي شايفة إن هي زي الفل، طيب بقى لأ برضه، يعني تحسّي إن هُم بيبقوا جايين ما فيش استعداد إني أسمع، ما فيش استعداد إن أنا أتغيّر، ما فيش استعداد إني أواجه نفسي فعلًا وأقول إن أنا عليّا دور، ودي كارثة. وفي المقابل بقى بالاقي أمهات تانية جاية فعلًا اللي هو لأ، أكيد أنا في دور عليّا، أكيد في حاجة أقدر أعملها على الأقل تزوّد شوية التقدُّم أو على الأقل تساعد، مش شرط إن أنا أبقى باعمل غلط أو إن أنا أبقى باعذّب ابني يعني لأ، بس على الأقل أنا هاساعدِك. الأم اللي بتبقى جاية كده فعلًا وعندها استعداد وبتبدأ إن هي تتقبّل وتسمع وتعترف مع نَفْسها حتى مش معايا، لأ، الحمد لله بتلاقي نتائج جبّارة، وحرفيًا ممكن شخصية الطفل تتبدِّل. و90% من المشاكل تروح، ليه؟ لإنه خلاص أنتِ بدأتِ تمشي في الطريق الصح، فبالتالي هتوصلي للهدف أو للمكان الصح اللي أنتِ عاوزة توصلي له، لكن طول ما أنا لسه ماشي بنفس الطريق أو ما فيش حد هيديكِ عصاية سحرية تعملي بيها كده فهتغيّري ولادِك، عشان نكون صُرحا مع بعض، وما فيش مثلًا اللي هو إيه، 5 خطوات عشان تعملي كذا، لأ، هي 5 خطوات
بس مش زي ما إحنا متخيلين اللي هو 5 خطوات في 5 دقايق، لأ، ده 5 خطوات أنتِ ممكن تاخدي عمرِك كله عمّالة تتدربي عليهم وتفهميهم وتستوعبيهم. لإن زي ما قُلنا أنا كمان مع ولادي باتربّى، أنا كمان شخصيتي بتتغيّر، أنا كمان في كورس زي ده، زي ما أنا عمّالة أطبّق في دماغي الكلام ده على ولادي، أنا باطبّقه على نَفْسي، وبافهم نَفْسي وبافهم تصرُّفاتي، وبافهم أنا ليه أصلًا باعمل كده، وبافهم هل أنا فعلًا باعمل كده عشان أنا باربّي ابني وعشان هو بيتصرّف تصرُّفات غلط زي ما إحنا بنقول لنَفْسنا، والّا أنا باعمل كده عشان أنا متعصّبة، والّا عشان أنا مش قابلة الرفض، والّا عشان أنا مش قابلة إن أنا أفشل، والّا عشان أنا مش قابلة إنه في حاجة تبقى غلط وعاوزة مثالية دايمًا، والّا عشان أنا عندي ضغوط طول الوقت فباطلّعها على ولادي، ما هو كل ده مهم برضه. لو أنا ما قدرتش إني أطبّق ده على نَفْسي، يبقى إزاي هاطبّقه على ولادي؟ لو ما قدرتش أفهم نَفْسي، يبقى إزاي هافهم ولادي؟ لو ما قدرتش أعدّل من نَفْسي وأغيّر منها، يبقى إزاي هاعدّل ولادي وأغيّرهم؟ لو ما قدرتش أتحكّم في أعصابي وفي شيطاني وفي نَفْسي، يبقى إزاي برضه هاعلّم ابني إن هو يتحكّم في كل الحاجات دي؟ فالبداية من عندنا إحنا يا جماعة. عارفة إنه صعب وتقيل على كل أم، خصوصًا إنه في الغالب مش هتلاقي مساندة من اللي حواليكِ، بل بالعكس هتلاقي ألف إيد بتضُر وألف إيد بتحطّم اللي أنتِ بتعمليه، بس يكفي إن أنتِ دورِك هو الأهم، ويكفي إن تأثيرِك على ولادِك على فكرة هو الأهم. طول ما أنتِ عاملة معاهم علاقة كويسة يبقى تأثيرِك هو الأهم، لكن لمّا بتبدأ العلاقة تبوظ ويبدأ إن إحنا في بيننا أسوار ومشاكل وفجوات، في الوقت ده هيبقى ما لكيش تأثير على ولادِك، وقتها تأثيره بقى على السوشيال ميديا وعلى الtrend وعلى صحابه وعلى الحاجات اللي بيشوفها برّه في الشارع، فهي دي النقطة برضه، دي النقطة وعلشان كده قُلنا دي من أهم الحاجات، وده اللي اتكلمنا فيه المرّة اللي فاتت، إنِّك إزاي بقى هتبني العلاقة القوية دي. ننقل للنقطة اللي بعدها، نمط الإهمال، ده للأسف بيكون الأهل فيه بقى يعني سايبين ولادهم كده، أنا ولا باوجّه ولا باربّي ولا باقول صح ولا غلط ولا باعمل أي حاجة وسايبه كده. زي ما باقول إحنا أكيد إن شاء الله ما فيش حد فينا كده، بس في للأسف ناس كتير كده، ومنهم الناس اللي هو مثلًا من أول ما الطفل صغير يقول لِك إيه، سيبيه يعيّط مش مهم عشان ما يتعودش، من هو لسه طفل رضيع، ولمّا يكبر بيبدأ برضه الإهمال اللي هو سايبينه كده مع نَفْسه، فنتوقع إحنا كده مثلًا فكرة الطفل عن نَفْسه هتكون إيه، فكرته عن الآخرين هتكون إيه، فكرته عن المجتمع هتكون إيه، مين يشاركني؟ الأهل اللي بيعاملوا ولادهم بنمط الإهمال أو هُم سايبينه كده، ما فيش مقياس للصح ولا الغلط، والطفل كده على طول على هواه. في الوقت ده إيه فكرة الطفل عن نَفْسه، فكرته عن الآخر، فكرته عن المجتمع. فكرته عن نَفْسه إن هو مش مهم لأي حد، إن هو يعني شخص نكرة أو اللي هو ما لوش لازمة بمعنى أصح أو ما لوش رأي أو ما لوش أهمية في الأسرة أو كده. عن بقى أهله إن هو بقى بيبقى شايف باباه ومامته إن هُم يعني إيه، في حاجات أهَم منّه، فهُم هاملين هو لحاجات تانية عندهم هُم بقى أهَم بقى، أيًا كان بقى الحاجات دي سواء شغل بقى أو أي تفاصيل تانية. عن المجتمع بقى إن هو خلاص إن المجتمع بالنسبة له اللي هو عادي بقى أعمل اللي أنا عايزه، أعمل غلط صح مش فارق بقى، يعني اللي يحصل يحصل، أنا المهم أنا أعمل اللي أنا عايزه وخلاص. حلو جميل. طَب شخصية الطفل بقى لمّا تكبر هتبقى إزاي؟ يعني لمّا دي أفكاره يعني ودي الطريقة اللي ممكن اتربى بيها. شخصية لا مبالاة شوية، اللي هو سلبية، ما لوش حدود لأي حاجة، اللي عايز يعمله بيعمله، يعني ماشي ورا هوى نفسه بمعنى أصح، ما لوش حدود في الصح أو الغلط، كده ده اللي أنا شايفاه. إمم، حلو فعلًا جميل، برافو عليكِ. إمم، كُلّنا يعني في مواقف بنعمل حاجة من الأنماط المختلفة دي، يعني أنا مش طول الوقت هيبقى نمطي كذا 100%، مش في كل المواقف ومش كل يوم، لكن بيبقى في الغالب نمط واحد هو اللي غالب عليَّ، فكل واحدة كده تبقى مراقبة نفسها في الغالب إيه، وفي المواقف المختلفة إيه،
يعني في موقف فيه أنا ممكن أبقى في نمط الإهمال، موقف تاني أبقى في الشدة وتسلط، نمط تاني أبقى حماية أو دلع زايد، بس في الأغلب أو أغلبية الوقت بيبقى ليا نمط محدد. طيب بعد كده نمط الحزم، ده بقى يا جماعة هو المطلوب، هو ده المطلوب واللي احنا بنحاول نعمله. ايه هو ان انا بربي الطفل وبهذبه، ولكن بدون عنف، بدون تهديد، بدون مقارنة. بحاول فيه دايما ان انا ابني علاقة كويسة مع ابني، ببص فيه لقدام مش للموقف وخلاص، وان ابني يسمع كلامي وبس. لا، ببقى فعلا تركيزي اني بربي شخصية، ببني شخصية لقدام، مش قصة ان انا ابني سمع كلامي ولا لا وبس. لا، تركيزي كله إني باربّي فعلًا، بيبقى معنى كلمة تربية زي ما إحنا اتكلمنا فيها، لإنه زي ما قُلنا أنا لو ضربت ابني أو زعّقت له أو خوّفته وبدون ما أربّيه أو أعلّمه أو أكسبه مهارة جديدة، يبقى إزاي أنا هابقى كده باربّي؟ يبقى فين المعلومة أو فين المهارة اللي ابني اكتسبها؟ أنا ضربته وسكت وقعد وسكت، وبعدين؟ طب ما هو لمّا يعدّي بنفس الموقف هيتصرّف بطريقة غلط برضه. إن هو ما اتعلمش حاجة من الشبكة تجربته. بتقطع. فنمط الحزم ده اللي إحنا بنحاول نوصل له، إن أنا هابقى حازم مع ابني، إني مش هاسيب له كل حاجة بهواه، وفي نفس الوقت مش هاضرب وهازعق، لأ، إن أنا هيبقى في وسطية في كل حاجة، في نفس الوقت في قرار في وقت من الأوقات أنا لازم آخد القرار، اللي هو لأ يعني لأ، بدون عنف، بدون ضرب، بدون إهمال، بدون أي حاجة من الحاجات دي. تمام؟ عرفنا يا جماعة الأنماط دي، ممكن تكتبوه بعد إذنكم؟